قالوا لي عايزين ناكل حاجة حلوة، قُلت أمّا أدوّر أشوف عندي إيه كده ممكن أعمله لهم، لقيت لفة سمبوسة في الفريزر مركونة عندي من زمان، قُلت والله لا أطلّعها كده وأشوف هاعمل بيها إيه، طبعًا زي ما أنتم عارفين الستات المصريين يعملوا من الفسيخ شربات، يعني لازمًا نتصرّف، عايزين حاجة حلوة نخترع على طول حاجة حلوة، جِبت السمبوسة ولفيتها هنا، عملت شوية دقيق كده في شوية مَيّة، وبقيت ألِف السمبوسة كده مدوّر وأحط على الحرف دي عشان تلزق في بعضها، بعد ما عملت الكمية كلّها بالمنظر دوّة أهوّة، جِبت بقى زيت سخن وحطيت فيه السمبوسة اللي أنا لفيتها لور، بس اللور كده مفتوح من جوّه، بعد بقى ما عملتها رُحت مطلّعاها بُصّوا ادِّت لون جميل إزاي، كنت حاطة طبق بقى فيه شوية قرفة وشوية سُكّر، وهي سخنة كده حطيتها في القرفة والسُكّر، عايزة أقول لكم ريحتها كان تحفة، كانت في منتهى الجمال، وعملنا حاجة تانية بقى الحشو بتاعها من جوّه، الحشو بتاعها من جوّه كان عندي شوية كاستر وحطيت عليهم شوية لبن وشوية سُكّر وإيه حطيتهم على النار تقلوا، ورُحت جايبة كيس حطيت فيه الكاستر ورُحت إيه قاطعاه من الحرف كده، ورُحت حاشية بيه بقى إيه السمبوسة بتاعتنا، السمبوسة الحلوة مش السمبوسة الحادقة، إيه فرُحت بقى عاملاه ورُحت حاشية بيه السمبوسة، أنا عايزة أقول لكم كانت طعمها تحفة، حشيت بقى الكمية كلّها، هتقولي لي حشيتيها إزاي فتحتيها من النُص، أقول لكم ما أنا كنت عاملاها اللي كده وسلِّكت برضه شوية على فكرة، وتجيبي بقى كده السمبوسة تقومي حاطة إيه فيها البوز بتاع الكيس وتحطي بقى تحشي بيها الإيه الكاستر، أحلى كاستر هتاكليه وأحلى حاجة حلوة تعمليها لهم في ربع ساعة بالضبط، لازمًا نتصرّف وناكل حاجة حلوة.